السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم راني جبت لكم وصفة حلوى غير بالزيت لجميع المناسبات اللي راك حبتهم، وسهلة وبسيطة ما فيهاش لي زانغريديون بزاف. اولا نبداو على بركة الله. جبت حبات بيض درتهم في الجفنة تاعي، ودرنا نصف ملعقة صغيرة تاع لافاني، وجدت هذا الكاس تاع لاتاي هو اللي غادي نكيلو به، هذا اللي اسمه 3 في 3. بدينا نكيلو في السكر كلاصي، درنا 3 تاع كيسان تاع لاتاي سكر كلاصي. وهنايا زدنا ثاني درنا 3 كيسان تاع الزيت، وحركتهم كامل مع بعض. وهنايا جبت المايزينا، وثاني درنا 3 كيسان تاع مايزينا. ونحركوهم مع بعض. سمحوا لي خاش انا لا غالب اي حاجه فارينه ولا اي بودر ندير كيما قلت كيما تبهدلي لي الدنيا. وهنا بدينا شويه تاع الفارينه، ودرنا عليها 2 كيس تاع خميره كيميائيه، خميره الحلوى. وتضيفي الفارينه تاعك تدريجيا حتى تنظم لك العجينه، تصيبي عندك عجينه طريه ومتماسكه وتجي تلاصق شويه. هاي العجينه تاعنا اللي تحصلنا عليها. كنت هنا وريتكم كيفاش ولات عندي العجينه تاعي كيفاش دايره. درنا شويه تاع الفارينه وبدينا نكورو في الحبات تاعنا. وهذه الكاطو تاعنا ديريه بصبعك شغل، تكوريه كيما تشوفي بهذه الطريقه، وديري صبعك وديري حفره في وسطها باش ديري الكونفيتير في النهايه. وهذه بعد ما طاب الحلوى تاعنا، شوفوا كيف جا من فوق، ما طيبتهاش بزاف، غير حمارة تحميره خفيفه. جبنا الكونفيتير درناه من فوق، غير المسحه قعدت نمسح غير بصبعي، وترمديه في نواه كوكو وديري قطره من فوق تاع الكونفيتير. ومن بعد زينتهم حطيتهم في كيسات. وها هي ان شاء الله تكون عجبتكم نال الاعجاب تاعكم. وهذا هو لافينال تاعنا. اكيد تشوفي كيفاش جات الكاطو تاعنا شبه ما شاء الله. والله العظيم صدقوني الى جات طري وبنته ما شاء الله، يجيكم في الاعياد وفي اي مناسبه يعني ما يحشمكش والله العظيم. شوفي الحبه تاعنا كيفاش جات طريه وما شاء الله عليها. وهنا وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم ونال الرضا تاعكم. ما تنسوناش بلايك واشتراك. سلام.